هو هيلعب في بلجيكا، بس انا بتمنى له يكون في الاهلي. هو ما بيلعبش في بلجيكا عشان المدير الفني اللي عندهم يعني مرات بيلعب 3 مرات بيلعب 4. ايوه. فهو لسه ما دخلش معاهم. بس هو كلاعب يلعب في اي حته. هو لو جه الاهلي انا بتبسط قوي. انا يعني بحب، انا لو سبت يعني اجيب كل الجزائريين يلعبوا معانا هنا في مصر. ده بالظبط اللي انتوا شايفينه. هو اللي بيطلع يعمل في الخبر كده، ينفخ الخبر ويوصله مرحله كبيره، وفجاه يطلع الخبر الصح ويودي الخبر ده في حته ثانيه خالص. ده الاعلام، ده اللي بينفخ في الحاجه. القندوسي بيرجع مش عارف زين بالعيد عشان ما يمضيش للاهلي. الراجل طلع وبكل صراحه قال انا اتمنى ان كل الجزائريين يكونوا موجودين في النادي الاهلي او يلعبوا في مصر. طيب، اول ضربه من محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الاهلي، وبصراحه الراجل ده داخل 10/10. انت كده بدايه الطريق الصح. على فكره الناس اللي بتقول لي وبتكتب لي في الكومنتات هي ايه وظيفه محمد رمضان؟ وظيفه محمد رمضان مدير الكره بالنادي الاهلي او مدير الرياضي، عشان بس ايه مدير الكره دي بتعمل ازمه شويه مع الناس. وظيفته كلها هي توفير الاستقرار للفريق وتوفير العداله وتوفير الاجواء للنادي الاهلي. كل دي هي وظيفه محمد رمضان. بس اقول لكم على الضربه اللي عملها الراجل ده اللي هي ايه من الاخر، وضربه من العيار التقيل. اول حاجه عملها مهاجمين، 2 مهاجمين للنادي الاهلي، واحد محلي وواحد من خارج مصر اجنبي. طب في حاجه كده بس بسيطه احب ارجعها لحضراتكم. الموضوع ده بدايه صعبه جدا جدا. حد يقول لي ليه يا عم؟ طب البدايه صعبه ليه؟ البدايه صعبه لان محمد رمضان اختار التوقيت الغلط لحسم صفقتين سوبر ومن العيار التقيل. والصفقه المحليه اللي من مصر صدقوني هتفاجئ كتير جدا، وخاصه جمهور النادي الاهلي اللي مش هيكون متوقع الضربه دي جت ازاي والصفقه دي اتحسمت زي يعني ازاي عملها ما نعرفش. طيب ايه الصعوبه طب في الامر طالما الموضوع سهل كده؟ لا، ان معظم دول العالم القيد خلاص اتقفل عندهم، فكل نادي ماسك في لعيبه بتاعته مش عايز يفرط في اي لاعب من دول. بالتالي هيكون الامر صعب انك تحسم صفقه مهاجم سوبر. وبعدين محمد رمضان طلع الراجل قال جملتين في منتهى الاهميه وفي منتهى الجديه. الراجل ده بصراحه قال لك مفيش اي تعديل في قرارات او في لوائح الا لما يكون في موافقه من لعيبه النادي الاهلي. يا سلام، الراجل ده بياخد البدايه. واقول لكم ايه، انطلاقه، بس اتمنى ان الانطلاقه تفضل زي ما هي يا كابتن محمد، ما تقوليش في نص الطريق وتريح. الحاجه اللي اهم من ده كله بقى، 1000 مليار مبروك لجمهور نادي الزمالك كره القدم للسيدات. فوز النهارده النادي الاهلي على نادي الزمالك 2-1. في حاجه مهمه جدا كمان، يعني ايه اول مباراه يلعبها النادي الاهلي يلعبها على ملعب نادي الزمالك؟ ليه ما تكونش عندنا وليه ما تكونش في ارض محايده؟ ولا انتوا عايزين اول مباراه تكون فوز لنادي الزمالك؟ الدعم حتى في كره القدم للسيدات. ولكن يشاء القدر النهارده والحمد لله انكم تشوفوا صوره زي دي. نفس الكره اللي حصلت في السوبر الافريقي عملوها النهارده السيدات للاعيبه نادي الزمالك، ولكن بشكل تاني هم ناموا على الارض. طيب ايه بقى موضوع اللي قلب الدنيا وعامل ضجه؟ هو موضوع اول ماتش واول قرار من القندوسي. القندوسي قال اني كلمت زين بالعيد وقلت له انك لو هتكون في الاهلي دي حاجه جميله جدا، وانتوا سمعتوا في اول الفيديو الكلام ده من القندوسي، والكلام ما فيهوش تغطيه. الناس اللي بتطلع تقول الاخبار الكلام ما فيهوش تغطيه، يعني هتطلع ما تغطيش على الخبر. الخبر واضح وصريح خلاص موجود على قناه تين اهو الكلام اللي انا نزلته. لكن هطلع اقول لك كلام ما يكونش حاصل، انا كده بدي ايه البالونه اللي فرعتها لكم في اول الفيديو. تمام؟ وهيجي يوم يعني هتتكشف انك بتقول اخبار كذب كلها فيك. الراجل طلع النهارده القندوسي وقال كل اللي اتكلم وقال ان القندوسي وقف صفقه النادي الاهلي او عطلها او كنت بسبب في تاجيل تعاقد مع اللاعب زين بالعيد. طبعا الكلام ده كله لا صحه له. انا تواصلت مع اللاعب وقلت له لو هتكون موجود في الاهلي، نادي بيلعب في كاس العالم للانديه، سوبر افريقي وسوبر مصري، وبيلعب في دوري مصري، يعني الاهلي مضغوط دوري الابطال
كل دي بطولات الاهلي مشارك فيها، فانت لو تكون موجود في الاهلي دي هتبقى حاجه تاريخيه بالنسبه لك. لكن قصه ان انا اقول له لا ما تجيش، وانا هكون مبسوط جدا انه يكون موجود، وخاصه انه جزائري، ولو هقدر اخلي كل الجزائريين يلعبوا عندنا يلعبوا في مصر انا هعمل كده. ليه؟ على الاقل تلاقي واحد يقعد معاك، يخرج معاك، ياكل معاك، الدنيا دي. هو الراجل حاسس ان هو ايه، هيكون في حد بيدعمني من الجزائر في مصر. لكن قصه ان اللي طلع وقال ان القندوسي وقف الصفقه، القندوسي عطل الصفقه، قال لك لا هي خلاص انا خلاص هرجع من سيراميكا للاهلي والموضوع انتهى. امال قصه بقى ايه اللي اتقال ده يا كابتن؟ كل اللي اتقال ده خارج عني، لانهم بيتكلموا على لساني، بيقولوني كلام انا ما قلتهوش. طيب انا كده وصلت لنهايه الفيديو. شكرا جدا لحضراتكم، ما تنسوش لايك للفيديو، اشتراك في القناه، تفعيل جرس الاشعارات، والى اللقاء في فيديو اخر. باي باي.